وكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قد طالب الرئيس العراقي صدام حسين بالتنحي عن الحكم كنوع من التضحية لوضع نهاية للحرب التي تشنها القوات الأمريكية والبريطانية على العراق. لقد طالبنا السيد صدام حسين بأن يكون أول من يضحي من أجل بلده، وإذا كان بقاؤه في الحكم الأمر الوحيد الذي يتسبب في إحداث مشكلات لبلده، فإننا نتوقع أن يستجيب لطلبنا بالتضحية من أجل وطنه، تماما كما يطلب من مواطنيه تقديم تضحيات من أجل الوطن. هيك الحكي مو هيك الحكي يابا.